السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، فاجعة جديدة تهز مدينة طنجة. وفاة مصممة أزياء معروفة بعروس الشمال. فخليكم معي خوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا شنو وقع لها، وتسمعوا كذلك شنو نزلات الفنانة المغربية لطيفة رأفت على الحساب ديالها. ودعواتكم مع خوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبت عند السؤال ويجعل مأواها الجنة إن شاء الله يا رب. فوجعت مدينة طنجة بوفاة مصممة أزياء معروفة بعد خضوعها لعملية شفط الدهون، وهو الخبر اللي صدم الكثيرين وخلق نقاشات مهمة حول مخاطر العمليات التجميلية. المصممة كانت معروفة بأفكارها المبدعة في مجال الأزياء، وكانت كتسعى لتطوير مظهرها وتعزيز ثقتها بنفسها، ولكن كما كيعرف الجميع العمليات التجميلية خصوصا شفط الدهون كتحمل مخاطر كبيرة وخاصها تكون تحت إشراف طبي جيد. للأسف ربما دارت العملية في ظروف غير مناسبة أو من طرف أشخاص غير مؤهلين، وهذا كيزيد من احتماليات حدوث مضاعفات خطيرة. الأطباء كينصحوا دائما بضرورة التفكير الجيد والبحث قبل اتخاذ القرار لإجراء العملية. بكل حزن الفنانة المغربية لطيفة رأفت نزلت ستوري اللي فيه الصورة ديال مصممة الأزياء الفنة، ورافقته بتعليق كتقول فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليك عزيزتي فنة، لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. سبق لي وتعاملت معها في مجموعة من المناسبات التي أشرفت على إطلالاتي فيها بالقفطان المغربي الأصيل، شخصية في قمة الرقي والأدب. الله يرحمها ويصبر أهلها وداويها يا رب، إن لله وإنا إليه راجعون. فرفضت مصممة الأزياء معروفة بمدينة طنجة أنفاسها الأخيرة متأثرة بمضاعفات خضوعها لعملية شفط الدهون وشد عضلات البطن بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن وقعت حادثة وفاة أثناء إجراء عملية تجميل قبل 3 سنوات راح ضحيتها شابة تنحدر من مدينة تطوان. فإن لله وإنا إليه راجعون. فخبر وفاة المصممة المغربية شكل حزن كبير عند المحبين ديالها والناس اللي كانوا كيتعاملوا معها واللي شهدوا فيها بكلمة زوينة وقالوا أنها كانت من أطيب خلق الله، ودائما الابتسامة ما كتفارقش الوجه ديالها. فتعزينا الحارة العائلة ديالها، الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبة تصبر. ودعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبت عن السؤال ويجعل مأواها الجنة إن شاء الله يا رب. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم. السلام.